السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مسؤولي ريال مدريد بسبب الهجوم الدائم على الحكام في الفترة الأخيرة. وقال تيباس لشبكة ثي أوبجكتيف الإسبانية اليوم الأحد: ريال مدريد ناد لا يتوقف عن البكاء، إنه يبكي كل أسبوع، ورئيسه فلورنتينو بيريز لا يقبل الخسارة أبداً، وكل ما يحدث بسببه. وأضاف: نريد تغيير نظام التحكيم، وإذا أجرينا استطلاعاً للرأي بين الأندية سيقولون إن ريال مدريد وبرشلونة الأكثر استفادة من قرارات التحكيم. واستدرك رئيس رابطة الليغا: لكن باقي الأندية لا تملك قناة تلفزيونية لتروج لذلك، وقناة ريال مدريد الوحيدة هي التي تتحدث عن هذا الموضوع. وأتم خافيير تيباس تصريحاته المثيرة للجدل في هذا الاتجاه: هناك زوجة مسؤول بنادي ريال مدريد تعمل في لجنة الحكام، ومع ذلك لم يتحدث أحد عن مخاوف من تضارب المصالح مثل ما فعلوا مع الحكم مونويرا مونتيرو. وزعمت تقارير صحفية أن الحكم مونتيرو لديه مصالح تجارية مع مسؤولي الليغا، وذلك بعد البطاقة الحمراء التي أشهرها في وجه جود بيلينغهام خلال مباراة ريال مدريد وأوساسونا التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الإسباني. أما بشأن برشلونة فقال خافيير تيباس: الرابطة تعتقد أن هناك مؤشرات وأدلة لإدانة البارسا بالفساد الرياضي بسبب قضية نيغريرا، وإذا ثبتت هذه الإدانة فلن أتمكن من إقرار هبوطه، لأنني لا أضع القوانين واللوائح.